يواصل أطباء القطاع العام في المغرب إضرابهم لليوم الثاني، مطالبين وزارة الصحة بفتح حوار جاد وتوضيح مضامين النص التنظيمي المتعلق بمركزية الأجور وضمان الاستقرار المهني. وأفادت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام أن نسبة المشاركة في الإضراب بلغت 50% على المستوى الوطني و90% في بعض المستشفيات. يحتج الأطباء على غياب ضمانات الحفاظ على صفة الموظف العمومي في مشروع قانون المالية 2025 وحرمانهم من الزيادات في الأجور مقارنة بباقي موظفي القطاع العام، كما يعترضون على عدم تنفيذ الاتفاقيات السابقة المتعلقة بتحسين وضعيتهم المادية والاعتبارية والتي تشمل درجتين خارج الإطار. الكاتب العام للنقابة منتظر العلوي أكد أن الإضراب يأتي نتيجة غياب الحوار مع الوزارة، مشيراً إلى تصعيد محتمل إذا استمر التجاهل الحكومي مع الالتزام بالعمل في أقسام الإنعاش والمستعجلات. من أجل المزيد من الأخبار المرجو الاشتراك بالقناة.